هوس الانطوائية. باين من العنوان إننا هنتكلم في موضوع حساس شوية، بس لازم نتكلم. عارف الإحساس لما تلاقي كل اللي حواليك بقوا فجأة INTP أو INFP، وكل حد حاطط اقتباسات حزينة وبيقول أنا بفضل الوحدة، وبقيت تسأل نفسك هو أنا لازم أكون كده علشان أكون عميق، عشان أكون جذاب، عشان الناس تحس إني فريد ومش شبه حد؟ خليني أحكي لكم النهاردة عن الموضوع ده من زاوية جديدة. في فرق كبير جدا بين الانطوائي الحقيقي وبين اللي بيتصنع الانطوائية. الانطوائي الحقيقي مش بيعمل إعلان يومي عن إنه بيحب يقعد لوحده، مش بينشر اقتباسات سوداوية كل شوية، ومش بيتفاخر بإنه مش بيحب الناس. هو شخص طبيعي بس طاقته بتتجدد لما يكون لوحده. بيحب يقعد مع نفسه بس مش بيكره الناس، بيكون لطيف واجتماعي لما يحب، وبيختار دوائر صغيرة يرتاح فيها. لكن المتصنع دايما عايز يقولك إنه مش زي الباقي، وعشان يثبت كده بيبدأ يبعد عن الناس، يتجاهل صحابه، يتكلم بنبرة إن محدش فاهمه وكأنه بيمثل في مسلسل نفسي. وده مش بس متعب ليه، ده كمان بيخليه يضيع هويته الحقيقية وسط شخصية مش شبهه. ليه ناس كتير بتحاول تكون انطوائية؟ ببساطة لأن السوشيال ميديا صدرت صورة جذابة جدا للانطوائية. خد بالك الصورة دي مش دايما حقيقية، لكنها مغرية. بنشوف فيديوهات عن البنت اللي قاعدة في أوضتها بتقرأ رواية وبتشرب شاي أخضر ووراها شموع والدنيا هادية، وكأن دي قمة العمق والنضج. بنشوف شخصيات في الأفلام غامضة ساكتة بس دايما أذكى شخص في القصة، وبنشوف اقتباسات زي كل ما زاد وعيك قلت علاقاتك، والنتيجة ناس كتير بدأت تحس إنهم لازم يكونوا كده علشان يكونوا مميزين. بس الحقيقة إن التميز مش إنك تعيش شخصية مش بتاعتك. السوشيال ميديا لعبت دور كبير جدا في تجميل صورة الانطوائية، لدرجة إن العزلة بقت لايف ستايل مش اختيار. في ترند اسمه That Girl Alone، بنشوفها قاعدة في كافيه لوحدها بتذاكر أو بتسمع مزيكا، وكل ده جميل لو كان حقيقي وجاي من رغبتها. لكن المشكلة لما يتحول ده لمجرد مشهد للتقليد، يعني واحدة تسيب صحابها وتروح كافيه لوحدها بس علشان تصور ريل تقول فيه أنا مكتفية بنفسي، بس هي جواها مش مرتاحة. ال MBTI بقى لعبة كل المراهقين، والمشكلة إن كتير منهم بيحاولوا يتحولوا لنمط مش شبههم. أنا عايزة أكون INFP، أنا شبه INTP في كل حاجة، وبيبدأوا يقلدوا الكلام والتصرفات وكل حاجة يلاقوها على تيك توك عن الأنماط دي. بس تعالى نسألهم، هل انتوا فعلا كده ولا بتحاولوا تدخلوا في قالب عشان تحسوا انكم مميزين؟ النمط مش هو اللي بيحددك، انت اللي بتحدد نفسك. تقبل شخصيتك بكل جوانبها، سواء كنت اجتماعي او انطوائي، منفتح او حساس، وما تحصرش نفسك بين 4 حروف مش هم حقيقتك. المجتمع بيحب يدي صورة إن الانطوائي هو الذكي العميق والمبدع، بس مفيش نمط أو نوع من الشخصية هو الأفضل. الانطوائية مش هي المفتاح السري للنجاح ولا العمق. كلنا بننجح بطريقتنا. الشخص الاجتماعي يقدر يكون شبكة علاقات تساعده، والانطوائي الحقيقي يقدر يبدع من هدوءه. لكن لما تتصنع شخصية مش بتاعتك بتفقد قوتك وبتدخل في دايرة شك وبتبعد عن نفسك. رسالتي للمراهقين، ما تخليش شخصيتك ترند، ما تسيبش السوشيال ميديا تبني لك شخصيتك، وما تخليش الستايلات والأنماط والاقتباسات هي اللي تحدد لك انت مين. خد وقتك تعرف نفسك بجد، مش لازم تكون هادي دايما ولا مرح دايما. كن انت حتى لو مش في قالب شائع. اللي بيكون صادق دايما بيبان ودايما بيتحب. انا مش ضد الانطواء خالص، انا بس ضد اننا نتصنع حاجات مش لينا ونبعد عن نفسنا عشان نكون نسخة جذابة على الشاشة. ولو حسيت انك كنت بتمثل او بتبعد عن ناس بتحبهم علشان تكون غريب ومميز، فدي مش قوة، ده مجرد هروب من حقيقتك. راجع نفسك، اسألها انا مين فعلا، مش علشان MBTI، مش علشان تيك توك، مش علشان اي ترند، علشانك انت. خليك على طبيعتك، خليك مميز، ما تبقاش نسخة مكررة من ناس كتير. اكتبولي رأيكم تحت الفيديو.
وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا علشان في كل فيديو جديد نكمل سوا رحلة التغيير.